السلام عليكم خوتي خواتاتي، كنتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. رجعت لكم بعد غيبه اللي هي طويله بزاف، غبت بدون ما نعطي حتى شي معلومه عليا او باش ما نعطي حتى شي حاجه يعني كتخصني. غبت لمده 9 شهور. سبب الغياب كان لظروف قاهره ولظروف صحيه. الحمد لله مادام انا معكم دابا الا الامور غتكون وراها مزيانه على الاقل. خوتي خواتاتي، رجعت نشارك معكم القصه ديالي. سبب الولاده المبكره، ولدت على 6 شهور تقريبا، ما كامله 6 شهور. ولدت في اخر اسبوع من الشهر السادس، كنت باقي ما كملتش الشهر السادس. سبب تسمم الحمل، ارتفاع ضغط الدم اللي كنعاني منه حتى لدابا. المهم خوتي خواتاتي، بغيت نشارك هذه القصه ديالي باش او التجربه ديالي باش بزاف الامهات يقدروا يستافدوا مني ويقدروا يتفاداو داكشي اللي انا عشته. كنشوفوا بزاف الوفيات، بزاف الامهات كيمشيو يولدوا كيكونوا فرحانين، وللاسف سواء كتفقد ولدها او كتفقد كاع الام كتفقد الحياه ديالها. وانا وحده من دوك الناس اللي كانوا غادي يفقدوا الحياه ديالهم. انا وحده بالفعل اللي كنت غادي الحمد لله لطف الله كاين وربي باقي مطول في العمر، ولكن كانت عندي واحد النسبه كبيره انني نفقد الحياه ديالي بمعنى الكلمه. كنقولوا القبر ديالي كان كيتحفر. عائلتي والديا كل شيء بكى عليا، بكاو. السبب ديالي كيف كتعرفوا كنت حامله. اخر فيديو شاركته معكم قلت لكم باللي انا كنمر بظروف صحيه اللي هي صعيبه، ولكن ما قلت شنو. وفي داك الفيديو انا ما كنتش عارفه باللي عندي تسمم الحمل. كنت كندوز، انا عندي مشاكل في الجهاز التنفسي، عندي التهابات في الجهاز التنفسي مزمنه، كناخذ ادويه مدى الحياه، مرض مزمن. عندي مشاكل صحيه ديالي خاصه بيا ما يخص الجهاز التنفسي. في ديك الفتره كان عندي مشاكل في الجهاز التنفسي، ما كنقدرش نتنفس، ما كنقدرش. خديت لي كورتيزون ما تصوروش، ما دار لي حتى شي فائده، لدرجه وصلت 100 كيلو. انا راه وصلت 100 كيلو، ما بقيتش كنقدر نتمشى، ما بقيتش كنقدر نحرك يدي ولا نشد ستيلو بهذه الطريقه، ما بقيتش كنقدر نهز كاس واحتباس السوائل. الرجلين ديالي رجعوا هاك، يدي رجعوا عرفتوا قداش، وجهي رجع بحال هكذا. ما بقيتش كنقدر ندير حتى شي حاجه. وصلت لواحد الميزان والجسم ديالي تجبد وتزير عليا بزاف. المهم خوتي، قصتي كنت حامله في الاسبوع السادس، يعني كنت في الاسبوع كانت عندي 5 شهور و3 ديال السيمانات. 5 شهور و3 ديال السيمانات. مشيت، كان عندي كونترول عادي. مشيت في 23 اكتوبر، مشيت باش نشوف كونترول عادي، ندير فيزيت. انا بما انني عندي مشاكل صحيه وبالخصوص في الجهاز التنفسي اللي هي صعيبه بزاف، كانوا عندي اطباء. كنت كنشوف جوج تاع الاطباء. كنت كنشوف كل 2 سيمانات، كنشوف لا جينيكو الاولى وكنخرج من عندها وكنمشي عند لا جينيكو الزوجه. هادو سو سون دي جينيكو اللي مختصين في الناس اللي الحياه ديالهم كتكون في خطر، او الجنين حياته كتكون في الخطر، كيتبعوا غير مع الناس اللي عندهم مشاكل صحيه اللي صعيبه. كل اسبوعين كيكون عندي فحص مع جوج ديال الاطباء. المهم مشيت انا في 23 مريضه بزاف، لدرجه طلبت من الزوج ديالي قلت له الله يخليك تقدر توصلني للوبيتال، مع انني انا واحد الانسان اللي ما كنبغيش نركب في الطوموبيل بزاف. وهو كيضحك معايا كيقول لي سهيله راكي بصح مريضه. قلت له لا راني مريضه، هذا الشيء ما كنعش الليل، ما كنتش كنعس نهائيا الليل. المهم مشيت في قاعه الانتظار، بقيت كنحس بواحد الالام فظيع، وهذا الالام كان جاني بواحد الاسبوعين قبل، وكان جاني في الليل وداز راسو. كيف قلت لكم في قاعه الانتظار جاني واحد الحريق في المعده، كضرني المعده ديالي، كنحس براسي ماشي مزيانه، كنحس براسي بالدوخه كتجيني، كنشوف فلو، ما كنحسش براسي مزيانه نهائيا. وانا واحد الانسانه اللي ماشي غير راسها كيضرها كتمشي تنعس. انا واحد الانسانه اللي شويه ما غاديش نقول قويه، ولكن بحكم انني دزت بزاف بالتجارب اللي صعيبه خصوصا فيما يخص الصحه، وكنقولوا عانيت بزاف، فبقيت كنحاول نصبر، ما كنبغيش نطيح بهذا المعنى. كنوقف، كنت كندير ديك كريز، كندخل اوسبيتاليزا، كنخرج، كنوقف لا غدالي، كنوقف والله العظيم. المهم صافي صابره كنحس براسي ماشي مزيانه. جات لانفيرميير عيطت لي، دخلت، راكم عارفين كتاخذ قياس ديال ضغط الدم.
هي كتاخذ القياس ديال ضغط الدم وهي كتغوت، كتقول لي 20 ما يمكنش، 20 في ضغط الدم، عاودت عطات 19، عاودت عطات 20. صافي دخلتني مباشره عند الطبيبه، شافتني ما هضرت معايا ما والو، شدتني ومهم عطاتني عمرت لي شي ورق وقالت لي غطلعي لا سال داكوشمون. انا طالعه ما عارفاش، قلت غادي ندير المونوتورينغ ونجي خارجه. هذاك المونوتورينغ هذاك الصمطه اللي كيديروها باش كيراقبوا دقات البيبي وكيشوفوا البيبي واش مزيان. طلعت وكنحس براسي ماشي مزيانه، المهم صونيت دخلت عندهم وكل شيء، خداو القياس ديال ضغط الدم ديالي، بداو كيحيدوا لي حوايجي وكل شيء، وانا كنقول لها شحال غادي نجلس هنا، راه خصني نمشي، والله خصني نمشي باش ندي ولدي للوبيتال، حيت ولدي كان عنده رونديفو في واحد المستشفى واحد اخر، وولدي ما يمكنليش نانولي الرونديفو ديالو، خص ضروري يمشي لذاك الموعد. وهي كتقول لي لا راه غادي تجلسي. كنقول لها كيفاش غادي نجلس، ما فهمتش. كتقول لي لا راه الحاله ديالك ماشي مستقره، غادي تجلسي. وانا داك الحرق فيا وصابره وصافي. المهم هما بلاصاو داك المونوتورينغ وبلاصاو كيحيدوا كيديروا لي بريز دو سون، كيديروا لا طونسيومتر، وشدوني صافي حيدوا لي، داروني في واحد لو ليتو. صافي انا داك الالم بقى كيتزاد حتى بقيت كنبكي وكنغوت بداك الحريق. صافي نسيت ولدي، نسيت كل شيء. الحريق في المعده، جابوا الطبا، جاو عندي 3 تاع لي جينيكو كيشوفوا والو، اتصلوا بالغاسترو في لوبيتال اللي كنت فيه، هو اللي متبعه فيه على حساب المرض ديالي. المهم اتصلوا حددوا لي موعد، قالوا لي غدا الصباح غادي ديري الراديو د المعده لو فيبروسكوبي باش يشوفوا المعده ديالي، يديروا لي التيود المعده باش يشوفوا شنو عندي. شدوا لي موعد، انا كنبكي كنقول لهم ما يمكنليش ندير التيود، كنخاف منه كنموت، كنقول لهم ما يمكنليش نديرو. والالم الحريق كنغوت، والله بقيت كنشد بحال هكذا في هذيك البواني كتكون عاوده في لولي، كنغوت على ما فيا من جهد، والله العظيم من 10 حتى 3:30 وانا كنبكي بالحريق. عياو ما يديروا لي في لي كالمون، عياو ما يديروا لي في بونطوميد يكالميو لي ستوما والو. مع 6 جا عندي الطبيب، قال لي عندنا واحد، قال لي عندي لك 2 ديال الاخبار. الاولى عرفت شنو عندك، قلت له شنو عندي؟ قال لي عندك تسمم الحمل، لا بري ايكلومبسي. الثانيه شنو هي؟ قال لي غنديروا لا سيزاريان لو 25، غادي دوزي لاكوشمون لو 25. قلت له ما يمكنش، البيبي باقي صغير بزاف، راه هادي سا فري بريماتوري كما كنقولوا. قال لي الحاله ديالك مستعجله، عندك تسمم الحمل خطير وشديد. الالم اللي كانت عندي في المعده هي ماشي المعده، هو التهاب في الكبد، وداك الالتهاب حيت تسمم الحمل كيدير لنا التهاب في الكبد، كيدير التهاب في الكلاوي، كيدير التهاب في لي بومون. داك الالتهاب تاع الكبد هو اللي كان كيعطينا الحريق المعده. قال لي الكبده عندك ملتهبه بزاف، ضروري خصنا نفوتو لو طو ديال البروتين في لي زورين وديال لانفلاماسيون في لو كور ديالي في لو سون طالع بزاف، وخصني نفوت عمليه مستعجله، سيزاريان مستعجله. علاش قال لي حتى لو 25؟ انا كنت دخلت لو 23 لو 25 باش يضربوا لي واحد الابره باش يكبروا لي بومو ديال لو بيبي. صافي طونسيون ديالي 21، لا ساتوراسيون دوكسيجين ديالي نزلت 92، بقات كتنزل 90 حيت كان عندي مشكل ديجا في الاكسجين، الحاله ديالي بقات كتدهور. المهم كيحاولوا معايا وكانوا حاطيني تحت واحد المراقبه اللي شديده بزاف، الا وان بت الصباح مع 6 الصباح كيجي عندي الطبيب كيقول لي غنتصلوا بالزوج ديالك غنديروا العمليه في اقرب وقت، يعني ما سنيناش حتى ل 25 في 24. كيداروا لي تحليله، حيت كانوا كيديروا لي تحاليل كل 2 سوايع، كيداروا التحليله لقاو لو طو ديال البروتين زايد وكيطلع. قال لي كاين خطر كبير على الحياه ديالك، قال لي حياتك راها في خطر. كنبكي كنقول له نستناو، كيقول لي حياتك راها في خطر، نفقدوا البيبي ماشي مشكل. كيقول لي ما تنساش بلي راكي ديجا وعندك 2 ديال الوليدات. المهم اتصلوا بالزوج ديالي، جا صافي بلانيفاو داروا بلانيفيكاسيون لا سيزاريان. دخلت دوزت لا سيزاريان الحمد لله، تحت في واحد الاطباء اللي الله يعمرها سلعه. كانوا دي كومبليكاسيون ولكن بالمساعده ديالهم خفوا عليا كومام، حيت كنت كنحس براسي على الاقل راني محميه، يعني ماشي كلمه محميه ولكن في ايدي امينه. نقدر نقول كنت كنحس براسي في ايدي امينه، خصوصا داك الطبيب اللي دار لي لا سيزاريان، خصوصا هو صراحه
المهم واخا هكذاك انا داخله، كتعرفوا هنا في اوروبا بيض بيض كحل كحل، ما كيخبيوش عليكم. هما مدخليني راجلي حدايا وهما كيقولوا راجلي واش راك عارف بلي الحاله ديالها تري تري غراف بهذه الكلمه. صافي انا ما بقيتش، كان الودين ديالي ما بقاوش كيسمعوا، والله العظيم شهدت بصح شهدت. قلت لراجلي متسامحين ودخلت عيطت العائله ديالي، هضرت معاهم قبل ما ندخل لوبيراسيون. دخلت لوبيراسيون، دازت لوبيراسيون الحمد لله. البيبي تزاد، مي تزاد ضعيف بزاف، تزاد ما وصلش كيلو، تزاد فيه 30 سنتيم. مهم تكلفوا به صراحه. عندي بزاف ديال الفيديوهات، يمكن مانيش متاكده واش نقدر نبارطاجي معكم شي فيديو من هادوك، ولكن حتى نسول الزوج ديالي. واحد الصاجفه الله يخليها هي اللي خدات لي فيديو، بقات حنا ما كانش عندنا العقل باش غنصوروا، ما يمكنش باش غير نحتفظوا بهم ماشي باش نبارطاجيه. انا مخلوعه، راجلي مخلوع، مسكينه. واحد الصاجفه هي اللي بقات كتصور من بعد دازت واحد 3 ايام وهي كتجيب لي فوطو. المهم الوليد تزاد، داوه النيوناتال مباشره، تزاد عنده مشكل في التنفس. المهم ضروري لي كومبليكاسيون. علاش؟ حيت سي ان فري بريماتوري، تزيد بواحد البوال اللي ناقص بزاف. كي تكون صغير جلس في النيوناتال مده شهرين، موراها المهم للاسف انا ما استقرتش الحاله ديالي، زادت لا طونسيون طلعت، داوني لي سوان انتونسيف. جلست مده 5 ايام في لي سوان انتونسيف حيت لا ساتوراسيون ديال الاكسجين نقصات بزاف. درت اون كريز دازم اللي كانت بوندون لوسبيتاليزاسيون فاش كنت في لي سوان انتونسيف، اون كريز اللي كانت صعيبه بزاف. يعني الحمد لله، يعني تخيلوا لا ما كانش غيقتلني تسمم الحمل، كانت غتقتلني حاجه اخرى، ولكن العمر باقا طويله. كيف قلت لكم درت كريز اللي كانت خايبه بزاف، ولكن في ديك اللحظه والله العظيم اقسم بالله العلي العظيم شهدت، نسيت ولادي، نسيت عائلتي، نسيت كل شيء. فاش فكرت شنو درت انا بيني وبين الله، فهمتوني؟ بقيت كنفكر شنو خدمت، شنو قدمت، ولا شنو، فهمتوني؟ شنو درت؟ واش درت شي حاجه خايبه في الناس؟ صليت مزيان، اديت الصلاه كما هي، تستهرت ما تستهرت. يعني بقيت كنشوف العمل ديالي مع الله. والله العظيم الا شهدت وكنت كنستنى صافي العمر غادي تخرج، وقلت في خاطر ديالي سهيله هذه النهايه، ربي وقدني. شهدت وبقيت كنشوف غير شنو العمل ديالي مع الله، وبقيت في نفس الوقت كنطلب يا ربي الا زدت طولت في عمري خصني نصلح بزاف الحوايج، فيا. كيف قلت لكم دازت صعيبه، دازت عليا 2 سيمانات وانا اوسبيتاليزي، 15 يوم وانا اوسبيتاليزي. هذيك 15 يوم كامله وانا كنعيش بضغط الدم 20 ما نزلش، بقيت كندير دي كوشمار. المهم دازت عليا خايبه بزاف. في النهايه فاش خرجت سنيت على راسي كما نقولوا، خرجت كونتر افي ميديكال، حيت راه ما طرقتش معكم بالتفاصيل. جاني التهاب في الكلاوي، التهاب كما تكون في الكبده، التهاب انفيكسيون في الدم. راه والله العظيم كنت كندخل للكارديولوج، القلب حتى هو كنت ندخل للكارديولوج، يخرجوني من الكارديولوج يجريني، يديوني للكلاوي، يخرجوني من الكلاوي يرجعوني للبنومولوج. شحال من سبيسياليست هودوه عندي باش يشوفني في الشومبره ديالي. المهم والله العظيم الحمد لله اللي ربي طول في العمر وباقي رازقنا واحد شويه ديال الصحه. كيف قلت لكم صافي هضرت مع الطباء، حيت بقيت كنحلم كندير دي كوشمار انني غادي نموت. صافي بقى في العقل ديالي انني غادي نموت، جاني هلع، جاني رعب، جاني خوف من الموت، بقيت خايفه نموت. صافي كنموت، الطونسيون ديالي ما بغاتش تنزل تيلمون. داكشي كان يمكن اكثر ما كان في تسمم الحمل، حيت ضغط الدم مرتبط بتسمم الحمل. انا نورمالمون ولدت اون فوا كتولد المراه وكيحيدوا ديك المشيمه من بعد سيمانه صافي ما كيبقاش الاثار ديالو، مي انا الاثار ديالو بقى معايا. خرجت كونطرافي ميديكال، اتصلت بالطباء تما، جاو عندي الطباء قلت لهم بغيت نخرج سينو غادي نحماق، وبصح كنت غادي نحماق، وجابوا لي بابي وسنيتهم وخرجت. وبقى عندي ان سويفي كيجيو للدار، ومهم كيشوفوني. وبقيت ما بين النيوناتال عند ولدي وما بين الدار. كانت تجربه اللي هي صعيبه بزاف وما كتبغيها حتى لشي واحد. نيوناتال عاوتاني دازو بزاف ديال لي زيموسيون، دازو
ها هو مزيان، ها هو خصنا نشوفوا هذا الراديو، ها هو خصنا نشوفوا هذه التحليله، ها هما لي باتمون كور ديالو نزلوا، ها هو ما كيتنفس، ها هما دايرين له تحت جهاز التنفس، خصنا نشوفوا هذا التخطيط ديال الراس. المهم دازت واحد التجربه اللي صعيبه بزاف بزاف، بفضل الله خدينا نتجاوزوها الحمد لله. بغيت نقول لكم شاركت معكم هذا الشيء هذا غير باش النساء اللي حاملين، امهات اللي كينتظروا حتى هما مولود ديالهم، بغيت نقول لكم باللي تحاولوا على الصحه ديالكم وتسمعوا الجسم ديالكم، واي ناقوس اي حاجه. مثلا انا يعني تنفخت في ظرف وجيز، يعني تزاديت واحد 30 ولا 40 الكيلو، 40 الكيلو اللي تزاديت، حيت انا دو باز كنت كنوزن 60 كيلو 60 كيلو، وصلت 100 كيلو في واحد الظرف اللي وجيز. وللاسف لي جينيكو اللي كانوا متبعين معايا ما لاحظوش هذا الشيء، ما عرفتش علاش. جوج تاع لي جينيكو فينالمون ما لاحظوش هذا الشيء. مهم يمكن هذا الشيء اللي كتب الله. تصنتوا الجسم ديالكم، نقصوا الملح، ما تاكلوش الملح بزاف، نقصوا الملح. اي حاجه قالها الجسم ديالكم الا وهي ناقوس ديال الخطر ما ديروش بحالي. مثلا للاسف ديرنييرمون ماتت ام غسان، المعروفه بام غسان الله يرحمها، ما كنتش كنعرفها، ولكن شفتها حتى توفات. فنقدر نقول لكم 99% راها توفات بسبب تسمم الحمل. واحد المتتبعه كنتمنى الله تكون مزيانه، وكنتمنى بالله تكون بخير وعلى خير، كانت كتسول فيا وانايا كانت مر بهذه الفتره هذه، وهي كانت حامله في الاشهر الاولى ديالها، حتى كتولي تتصل بيا وكتقول لي سهيله عتقيني راه عندي تسمم الحمل. كنت كنعطيها نصائح وكل شيء. للاسف هي في المغرب، للاسف كتصل بيا كتقول لي سهيله فقدت البيبي ديالي، البيبي ديالها توفى. يعني الحمد لله اللي طول ربي في عمرها، نطلبوا الله يعوضها خير، ولكن البيبي ديالها توفى وهي ولدت على 6 شهور. حاولوا ما امكن نتصنتوا الجسم ديالنا، كل شيء ديال الله، ولكن كما نقولوا الوقايه خير من قنطار علاج، هادشي اللي كيقولوا يمكن. المهم خوتي خواتاتي، هذه كانت القصه ديالي علاش غبت عليكم بزاف. خوتي غادي نشارك معكم فيديو كيتكلم على تسمم الحمل، الاسباب ديالو، المضاعفات ديالو، فوقاش كيكون ناقوس الخطر. يعني فيديو نتكلم فيه عفوا بالتفصيل فقط عن تسمم الحمل. شكرا لكم بزاف، انا راجعه ان شاء الله معكم الى ربي كتب ان شاء الله، يا ربي نطلبوا الله يكمل بالخير. راجعه وباش نشارك معكم بزاف ديال عندي بزاف ديال الافكار، باغا نشارك معكم بزاف ديال الفيديوهات، واكيد كيف ديما اي حاجه اللي كتفيد وتفيد المشاركين ديالي. شكرا لكم بزاف، شكرا للناس اللي كانوا كيتصلوا بيا ولاحظوا ولمسوا الغياب ديالي، كنشكركم بزاف، وانتظروني فيديو جديد. شكرا لكم البنات. بغيت اي شي وحده دازت بهذا المشكل، بهذه لي كومبليكاسيون ديال لا غروسيس، بغيتكم تشاركوا معايا التجربه ديالكم. بغيت اي ام او وحده اونسانت كتنتظر مولود، عندها سؤال، عندها اي شي اي حاجه، كنتظركم في التعاليق، واكيد وكيف العاده كنجاوب، ديما كنجاوب على الاسئله ديالكم. شكرا.